حاجات كنت أتمنى حد يقولها لي قبل ما أدخل الكلية. أنا منى وده بودكاست جديد. النهاردة البودكاست حابة أتكلم معاكم باستفاضة شوية، فهسمحكم إنكم تجيبوا كوباية أي حاجة بتحبوا تشربوها سواء سخنة أو ساقعة، وتسمعوني في البودكاست ده وتبدأوا إنكم تفكروا معايا كده عشان أتكلم معاكم في أحلى سنين حياتكم. أيوة مغلطتش، أحلى سنين حياتكم وهي الكلية. هتكلم معاكم عن حاجات كنت أتمنى حد يقولها لي قبل ما أدخل الكلية، وهاتكلم معاكم عن الحياة الجامعية بشكل مختصر شوية، وإزاي نقدر إن إحنا نعدّي الحياة الجامعية بتاعتنا وإحنا خارجين منها بأكبر قدر ممكن من الخبرات والمعارف والحاجات دي كلها. فيالّا بينا نبدأ، يالّا بينا نبدأ. طبعًا بعد ما نخلّص تالتة ثانوي، سواء بقى دخلنا كلية إحنا كنا نِفْسنا فيها أو كلية ما كانتش في حساباتنا، بنبدأ نجهّز نَفْسنا لمرحلة جديدة في حياتنا وهي المرحلة الجامعية. يكون في عندنا لبس جديد ونبدأ إن إحنا عايزين نتعرّف على أصحاب جداد، وطريق مختلف عن الطريق بتاع ثانوي، مختلف يعني كبير جدًا. يعني إحنا مثلًا لمّا كنا في إعدادي ورايحين ثانوي، ممكن تحس إن في حاجات متشابهة، إنما في الكلية مختلف تمامًا كل البُعد عن المراحل اللي كانت قبل كده. أحلى حاجة باحبها في الكلية إن هي بتدّينا خبرات أكتر، سواء في التعلُّم، سواء في إن أنا أعرف ناس أكتر، سواء في أي حاجة تانية بتدّينا فرص أكتر عن ما كنا في أي مرحلة من المراحل اللي كانت قبل كده. ندخل الكلية وإحنا عندنا 18 سَنة، وبنتخرّج وإحنا عندنا 23، 24، كل واحد على حسب الكلية اللي هو فيها، كلية 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7، كل واحد على حسب. بس في المُجمل هي الحياة الجامعية. طبعًا دلوقتي أنا كواحدة يعني خلاص في سَنة رابعة، والسنة الجاية في نفس الوقت ده أخبار الدراسة هتكون حاجة ما تهمنيش، اللي هو يعني خلاص أنا خلّصت تعليم، خلّصت دراسة، خلّصت كل الحاجات اللي إحنا محتاجينها عشان نبدأ نشوف حياتنا بعد الكلية هتبقى عاملة إزاي. أول حاجة عايزة أقولها لكم إن الكلية حرفيًا بتعدّي هوا كده بيعدّي من قدّامكم. أنا في سنة رابعة ولسه فاكرة أول يوم دخلت في الكلية، لسه فاكرة أول يوم في التقديم، أول يوم رُحت فيه دخلت فيه الأرض بتاعة الكلية، ودخلت من البوابة وبدأت أشوف المدرجات المباني الكبيرة اللي موجودة جوّه دي، كان بالنسبة لي انبهار. بدأت أشوف الناس مختلفة، في حاجة غريبة في الموضوع. لسه فاكرة كل حاجة بالتفصيل كأنها كانت امبارح، بافضل أحكي عنها كل شوية وافتكرها كأنها حصلت من يومين مش من 3 سنين فاتوا، وكمان السنة الجاية هيكونوا من 4 سنين فاتوا. فبجد الكلية أو السنين بتاعة الكلية بتعدّي بطريقة مفزعة، اللي هو إيه ده! أنا كنت لسه سنة أولى من كام يوم بس، فجأة بالاقي نفسي خلصت الترم الأول، الترم التاني، سنين تانية، تالتة، وبقيت في رابعة. في حاجتين، يا إما أقعد أندب حظي على الكلية اللي أنا دخلتها، أو أستمتع وأعمل ذكريات في الحياة الجامعية، لأن الحياة الجامعية دي لابد منها في الحياة بتاعتنا، ما ينفعش إن إحنا نتخطاها أو إن إحنا نقول مش عايزين نعمل ذكريات فيها. يعني أنا بجد أعرف ناس كتيرة جدًا كل اللي هي بتعمله إن هي عمّالة تندب في الكلية، بتندب حظها إن هي دخلت الكلية، ما بتعملش أي حاجة، هنخلّص الكلية إمتى، يا رب أتخرّج، تدعي على أي حد يقابلها في حياتها بسبب إن هي مش حابة الكلية. إحنا هنا بقى بنعمل حاجة حلوة أوي، إن إحنا نحاول نغيّر فكرتنا عن الكلية، نعمل ذكريات حلوة تفضل موجودة معانا طول حياتنا بعد ما نتخرّج، سواء بقى كلية باحبها أو ما باحبهاش، تخصُّصي مش تخصُّصي، المهم إن إحنا هنعمل ذكرى حلوة. أنا هاحكي لكم على موقف، أنا الموقف ده حكيته في البودكاست اللي فات، بس هاحكيه برضه للي ما سمعوش قبل كده. إن أنا في امتحانات تالتة كلية، آخر امتحان، وأنا خارجة من الكلية كنت بابكي بكاء لا أحد يعلم ما معناه أو ما حدش عارف سببه إيه ولا أي حاجة. فضلت أبُص كده على كل رُكن في الكلية وأبُص على الناس وهي ماشية
والناس اللي بتتصور مع بعض وعلى الكلية وعلى البوابة بتاعة الكلية وعلى الشعار اسم الكلية اليافطة الكبيرة دي، وأنا ماشية طول الطريق عمّالة أعيّط. فكنت باحاول أفهم ليه أنا كنت باعيّط. اكتشفت إن أنا باحب الكلية أوي، يعني بجد. حتى لو مش باحب المواد، حتى لو مش باحب اللي أنا أتعب في الكلية، بالذات إن الكلية بتاعتي عملية ومحتاجة شغل كتير وأفكار وحاجات من دي. بس الفكرة نفسها إن أنا زعلانة، زعلت أوي إن أنا ما عملتش ذكريات كافية في الكلية، ما كنتش مع ناس إن هي تساعدني إن إحنا نعمل ذكريات مع بعض و وإن إحنا نعمل حاجة نفتكرها بعدين. فبعدين كده جالي لحظة إدراك اللي هو لأ استني، لسه في سنة في الكلية، لسه في سنة رابعة، السنة دي هتعملي فيها كل حاجة أنتِ عايزة تعمليها، وده فعلًا اللي هيحصل إن شاء الله. هاحاول بقدر الإمكان إن أنا أعمل ذكريات في الكلية، ذكريات مع ناس، ذكريات في أماكن مختلفة من الكلية، لإن في أماكن حرفيًا في الكلية لسه ما أعرفش عنها حاجة، يعني أنا هاتخرّج خلاص وفي أماكن في الكلية أنا لسه ما دخلتهاش أو ما رُحتهاش. فلازم بجد إن إحنا نعمل ذكريات في الكلية ونعيش اللحظات بتاعة الكلية، لإننا هنزعل بجد، هنزعل جامد جدًا. حابة أتكلم بعد كده في نقطة تانية وهي إن الكلية أو الصحاب بتاع الكلية مش لازم يكونوا كتار، مش لازم أعمل يعني شلة كبيرة كده ونروح نفطر مع بعض، نروح نتغدى مع بعض والكلام ده، وندخل مثلًا نقعد في المحاضرة نملي البنش نملي البنش يكون مثلًا 15 واحد مع بعض، لأ خالص. ممكن تكونوا 2، 3، 4 بالكتير مثلًا، بحيث إن هو لو في حد غايب يكون التاني موجود ويسلوا بعض وهكذا. بس برضه في النهاية الصحاب مش بالعدد، الصحاب اللي هيكونوا موجودين معاك في الكلية دول أكتر ناس ممكن يكونوا مكملين معاك بعد كده، لو هُم كانوا صحاب بجد، يعني هُم اللي هيكملوا معاك بعد حياة التخرُّج. لو ما عملتش صحاب كويسين في الكلية، خلاص كده تنسى بقى إن في يفضل معاك صحاب في الكلية. حتى لو ما عملتش صحاب، غصبٍ عنك هتحس إنك محتاج حد يكون معاك، حد مثلًا تسأله على حاجة، حد تستشيره في حاجة في المواضيع اللي أنتم بتدرسوها في الكلية. هتلاقي نفسك مثلًا في group كده بتعملوا مشروع مع بعض أو بتعملوا بحث مع بعض، فهتضطر إنك تتكلم مع أي حد من الموجودين في الgroup ده. فأنا هنا أنصحكم بجد إنكم تعملوا صحاب في الكلية، بس صحاب تستاهل، يعني مش أول حد مثلًا كده هيقابلك تروح تصاحبه بقى، واللي بعده واللي بعده ويالّا نعمل صحاب، لإن أول صاحب ليك هتصاحبه يعني 90% في سنة رابعة مش هتكون فاكره أصلًا، هتكونوا بُعاد عن بعض كل البُعد. وبالنسبة بقى للجزء بتاع الصحاب ده، عايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدًا، حاولوا تختاروا صحاب تقيّمكم، تحرّككم وتشجّعكم، مش ترجّعكم لنقطة الصفر تاني، وتخلّيكم ما تنتجوش ولا إنكم تحضروا المحاضرات ولا أي حاجة من الحاجات دي، لإن الصحاب اللي أنتم بتختاروها هي اللي هتأثّر على حياتكم الجامعية. هتختار صاحب بيحب الخروجات وبيحب إن هو يضيّع محاضرات والكلام ده، خلاص انسى بقى إنك هتجتهد أو هتشوف مصلحتك أو أي حاجة من دي. فإحنا عايزين نختار ناس تكون شبهنا، نختار ناس من نفس تفكيرنا، بيحبوا الحاجات اللي إحنا بنحبها، ويكون في ما بيننا حاجات مشتركة، عشان ما نحسش إن إحنا غُراب عن بعض وهنضيّع بعض حرفيًا. وعايزة أقول لكم برضه على نقطة مهمة، إنك لو كنت لوحدك أو مثلًا في حاجات كده لو عملتها لوحدك، دي بتفرق جدًا في شخصيتك، بتفرق في تعاملك مع الناس، بتفرق في اجتهادك وتحقيق لأهدافك. يعني مثلًا لو في محاضرة الساعة 08:00 وصاحبك ده قال لك مش هاحضر وده مش هاحضر، وأنت نزلت حضرت المحاضرة، وإذ فجأة تلاقي الدكتور بيقول لك إن النهارده المحاضرة دي هاعطيكم فيها درجات لكل اللي حضر. إيه اللي حصل؟ أخدت درجات لإنك اجتهدت ونزلت، فبالتالي كده أنت بقيت يعني عملت حاجة لوحدك أخدت عليها يعني مكافأة إنك نزلت لوحدك وما سمعتش لكلامهم إن هم كسلانين ومش عايزين ينزلوا بدري والكلام ده.
فالموضوع ده يعني شائع جدًا في الكلية وكده، فلازم تعرف مصلحتك فين بجد، مهما كان في حواليك ناس ركّز على نَفْسك وعلى مصلحتك. الكلية هي اللي هتحدد هل أنت هتكون شخص مسؤول هتعرف تتحكم في حياتك بعد كده، والّا هتكون شخص بيعتمد على الغير، مش قادر إن هو يشيل مسؤولية ومش قادر إن هو يعمل حياة يقدر إن هو يبني أسرة أو يبني يعني مجتمع حوله أو إن هو يساعد المجتمع بتاعه. الموضوع ده برضه بينطبق على الكورسات أو أي محاضرات تانية مش محاضرات الكلية فقط، أي كورسات تانية لازم إن إحنا يكون في عندنا كده جزء لوحدنا بنعمل فيه حاجات لوحدنا. بس طبعًا مش باقول كده إن إحنا نكون خبيثين بقى ومش هنقول للناس إحنا بنعمل إيه، مش هنقول لأصحابنا يعني لأ، بس إحنا بنعمل هنا حاجة عشان تفيدنا إحنا شخصيًا. دلوقتي بقى هاتكلم عن النقطة اللي الكل منتظرها وهي الكلية هي أحسن سنين حياتك. أول ما أقول الكلمة دي لأي حد من دفعتي مثلًا أو أي حد في سني اللي هو يعني في سنة تالتة أو رابعة، أنا ممكن يعني يقولوا لي أي كلام مش كويس، اللي هو أنتِ بتقولي إيه، أنتِ إزاي تقولي كده، ده إحنا اتبهدلنا، ده إحنا اتعذبنا. بس الحقيقة هُم مش هيفهموا الموضوع ده غير لمّا يتخرّجوا ويبدأوا يشوفوا الحياة بعد الكلية عاملة إزاي، هيعرفوا إزاي هُم كانوا في حياة حلوة جدًا وهُم كانوا في الكلية. يعني أنا بالنسبة لي الكلية دي غيّرت في شخصيتي مش 180 لأ 360 درجة حرفيًا، غيّرت في تفكيري، في أفعالي، في حاجات كتيرة أنا كنت باحبها واتغيّرت مع التغيُّرات اللي حصلت في الكلية. اتغيّرت كمان في أسلوبي وتعاملي مع الناس، وفي حاجات واتجاهات وميول أنا كنت باحبها اتغيّرت برضه لمّا دخلت الكلية. اكتسبت خبرات مختلفة في الكلية، اتعلّمت حاجات مختلفة، اتعلّمت إزاي أعتمد على نَفْسي، وإزاي أكون دايمًا أعرف إن أنا أتصرّف في أي موقف أنا موجودة فيه. هل هي الكلية بتعلّمنا الحاجات دي؟ طبعًا، بس مش بتعلّمها لنا إن إحنا بناخد كورسات أو محاضرات في الكلام ده لأ، بالخبرة وبالتعامل بالمواقف هتلاقي نَفْسِك اتعلّمتِ حاجات مختلفة من الكلية وأنتِ مش آخدة بالِك. وطبعًا كمان من الكلية اللي أنتِ موجودة فيها هتلاقي نفسِك طلعتِ بحاجات مش مجرد حاجات اللي هي معرفة دراسية وحاجات أنتِ هتشتغلي بيها لأ، حاجات هتفيدِك في حياتِك الشخصية مهما كان القسم أو مهما كانت الكلية اللي أنتِ بتتعلمي فيها. إحنا طبعًا عارفين إن بعد الكلية خلاص كده أنا خلّصت مرحلتي التعليمية كلها، وما بقاش ورايا مذاكرة ولا امتحانات ولا سهر ولا صحيان 6:00 ولا الكلام ده، ولا محاضرة 8:00 اللي أنا باكون مش عارف عندي امتحان وعندي مش عارف إيه. طبعًا كل الكلام ده جميل، بس بعد كده لمّا نخلّص الكلية ونبدأ ندخل في الحياة الفعلية اللي هي حياة الناس الكبيرة، سواء في الشغل أو في تكوين أسرة أو أيًا كان. هنلاقي نفسنا إن إحنا مفتقدين نعيش ولو يوم واحد تاني في الحياة الجامعية اللي هي كانت بالنسبة لنا حياة بسيطة. يعني كل واحد بيكون في مرحلة بيكون شايف إن دي أصعب مرحلة من وأنت لسه في ابتدائي، ده مفيش أصعب من ابتدائي، ده مفيش أصعب من إعدادي، ثانوي لأ، كلية، تالتة ثانوي دي أصعب. فاحنا طول ما احنا ماشيين في حياتنا هنكون شايفين إن كل مرحلة هي دي أصعب مرحلة في حياتنا. فزي ما قُلت في أول البودكاست إن إحنا لازم نستمتع بكل مرحلة إحنا بنمُر بيها، بالذات طبعًا مرحلة الكُلّية، ونعمل فيها ذكريات على قد ما نقدر. لو في أي حد بيسمع البودكاست ده وهو في سنة تانية أو تالتة أو رابعة كُلّية، حابة إن أنا تشاركوني تجربتكم في أول يوم في الكُلّية كان عامل إزاي، عشان لو أي حد من الجُداد اللي لسه داخلين أولى كُلّية يكون عندهم خلفية قد إيه الكُلّية حلوة، وقد إيه الذكريات بتاعة الكُلّية مش هتتعوّض تاني. دلوقتي بقى عايزة أقول لكم حاجة ونقطة مهمة جدًا، إن الكلية مش فُسح وخروجات بس، وإن المحاضرات مهمة، وإن مش هتلاقي حد يقول لك ذاكر، مش هتلاقي حد يقول لك اجتهد، عندك امتحان، لو ما ذاكرتش مش عارف هيحصل لك إيه، لأ، الكلية أنت اللي بتحرّك نَفْسك، سواء طالع أو نازل، سواء للنجاح أو للفشل، أنت اللي بتكون متحكم في نَفْسك في الكلية، ودي بجد أعظم حاجة أنا خدتها من الكلية، إن هي بجد علّمتني إزاي أقدر أتعلّم لوحدي،
وإزاي أقدر إن أنا أكون مسؤولة عن نفسي، دي بجد أكتر حاجة أنا ممتنة ليها للكلية، لإننا طبعًا في الكلية ما بيكونش عندنا مدرسين زي إعدادي وثانوي وكده، ما بيبقاش في مثلًا دروس أو واجبات أو الكلام ده، فإحنا بيكون عندنا لو ذاكرت هتنجح، لو ما ذاكرتش خلاص، سواء بقى ذاكرت من أول السنة، ذاكرت ليلة الامتحان، المهم إن أنت بتبقى عارف إنك أنت اللي متحكم في نفسك، ما فيش مدرس هييجي يلخص لك المادة، ولا مدرس هييجي يساعدك في أي حاجة ولا الكلام ده. فبجد لازم تستغلوا اللحظة دي وتبدأوا إنكم تتعلموا إزاي تتعلموا لوحدكم، وإزاي إنكم تعرفوا تعملوا كل حاجة بنفسكم عشان يكون عندكم مسؤولية. أتمنى يكون عجبكم البودكاست، واكتبوا لي إيه المواضيع اللي انتوا حابين نتكلم فيها المرة الجاية. هو بس كده.